أمراء معزولون وآخرون منفيون، أمراء وراء القضبان وآخرون يجهل العالم مصيرهم. وفي الصورة محمد بن سلمان ينتظر اليوم الذي يستلم فيه العرش من والده. خلف كرسي الملك في السعودية تدور على الدوام معارك طاحنة بشأن من يأتي تاليا في الجلوس على العرش. بدأ الصراع على عرش المملكة مبكرا عندما خلع الملك فيصل أخاه غير الشقيق سعود بن عبد العزيز من سدة الحكم وتولى مكانه. غادر الملك فيصل العرش مقتولا على يد ابن أخيه فيصل بن مساعد، وحل مكانه أخوه غير الشقيق خالد بن عبد العزيز. وفي انتقال طبيعي للسلطة حل الملك فهد مكان أخيه غير الشقيق خالد، وورث العرش من فهد أخوه غير الشقيق عبد الله. اختار الملك عبد الله عندما توفي ولي عهده سلطان ونايف أخاه غير الشقيق سلمان لولاية العهد، واستحدث منصب ولي العهد، واختار أخاه غير الشقيق مجرن لتولي هذا المنصب. لا يلزم النظام الأساسي للحكم الملك باختيار الأسن من أبناء الملك المؤسس لولاية العهد، إلا أن العرف جرى بتولية الأسن فالأسن. عندما تولى الملك سلمان عرش المملكة تمت ترقية مجرن وليا للعهد، وتصعيد محمد بن نايف ليكون وليا لولي العهد، وهي الترقية التي يبدو أنها كانت طريق الصعود إلى العزل. فقد رقي بن نايف وليا للعهد، وعزل مجرن، ثم عزل بن نايف بعد حوالي 2 سنين، واحتل موقعه محمد بن سلمان وغاب منصب ولي العهد. حين ترقية بن نايف وبن سلمان خرجت إلى العلن أسئلة بشأن أسباب استبعاد الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، الذي قيل إنه يحظى باحترام كافة أفراد العائلة. ومع صعود بن سلمان أخذ الصراع منحا جديدا، فقد ترأس لجنة لمكافحة الفساد دشنت حملة اعتقالات طالت 11 أميرا من الأسرة الحاكمة قبل أن تكمل يومها الأول. انضم المعتقلون إلى أمراء ما زالوا مجهول المصير: سلطان بن تركي، سعود بن سيف النصر، تركي بن بندر آل سعود، 3 أمراء من العائلة الحاكمة عارضوا علنا سياسات العرش السعودي فاختطفوا من ملاجئهم بأوروبا. رابعهم خالد بن فرحان آل سعود، الذي ما زال معتصما بملجئه السياسي بألمانيا، ويظهر في الإعلام متحدثا عن إجراءات معقدة يستخدمها للحفاظ على أمنه. أما عبد العزيز بن فهد فقد استدرج إلى الرياض، وفقد أثره قبل ظهور شائعات عن مقتله ونفيها. وفي سجل الأحداث الاستثنائية التي تعصف بأسرة آل سعود، نشرت الصحافة الإسرائيلية أن مقاتلة سعودية أسقطت طائرة الأمير منصور بن مجرن وهو في طريقه إلى اليمن هاربا من قبضة ولي العهد. على مدى تاريخها ظلت أسرة آل سعود تدير صراع المحاور داخلها بصمت، وظلت تتحكم بخلافاتها لكي لا تبلغ حد الانفجار. فهل سيصمد تماسك الأسرة في وجه المنافي والسجون ومصادرة الأموال؟